احنا في النهاية الفنان حقه يهدف لشيء او يطمح لشيء معين، وحقه يعبر عن الفن اللي بداخله بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة. لما يوصل لمرحلة معينة انه خلص المكان اللي هو فيه ما عاد ممكن انه يتفاعل معه بتقديم الشيء اللي هو بيشوفه انسب لفنه وانسب لاسمه، ويبقى ثابت في مكانه، خلص بيشوف انه من الافضل انه يبحث عن مكان يقدر فيه يقدم اكثر ويقدم المزيد. لانه في بالنهايه هو الفنان، انا حكيت كمان في المؤتمر، صاحب الفنان صاحب رساله بشكل او باخر، رساله فنيه ورساله برضه تربويه للاطفال احنا نحملها. لكن رسالتنا الفنيه تحتمل انه دائما نتقدم في طريقه طرحنا من الامور الفنيه، سواء الاغاني او سواء الفواصل البرامج اللي احنا بنشوفها مناسبه، ووجدنا انه من الافضل انه نبحث عن بيئه اخرى ممكن تعطينا مجال انه نقدم فيها بشكل اكبر وبشكل يعني خلينا نقول الانفصال هذا مش بشيء أثر يعني عليكم كطرفين، يعني نجاحكم كان في البداية مع بعض. والله يعني ما في انفصال بلا تأثير أكيد، يعني هو أكيد في تأثير، لكن إحنا بالنسبة بالنهاية التأثير المرحلي ممكن إحنا نصبر عليه بحيث إنه نحصل على شيء أفضل في النهاية. هذا اللي بيهمنا الاستمرار، وبيهمنا إحنا نظرة مستقبلية للأمام. لكن إحنا إذا حسينا إنه المكان اللي إحنا فيه راح نبقى في مكان واحد مش راح نقدم شيء جديد، هذا خسارة لنا على المدى البعيد. لكن إحنا ممكن نخسر مرحليا بشكل مؤقت، يعني أو يعني نتوقف فترة معينة، لكن للأمام بيكون عم نحضر لشيء أكبر وشيء أفضل. أنتم تغنيوا على الوطن العربي، تغنيوا على البلدان العربية، تغنيوا على الأحلام اللي